السلام عليكم، معكم أحمد من مستر فاونديشن. حوار رهيب ما بين شيعي يمني وشيعي سعودي لا يفوتكم بصراحة. بس للتنويه، إذا تم حذف هذا المقطع من على التيك توك فبتمنى تشوفه على اليوتيوب أو تتابعوه كاملا على اليوتيوب. خلينا نسمع. الأخ حازم من اليمن، تفضل. اسمع يا حسين الشمري، اللي انت مسويه مدرب علينا. انا سمعتك في حواراتك القديمة وانت تقول انك شيعي موالي وآل سعود ما هم مضطهدينكم في السعودية، وانا هذا الكلام كذب وعار. الشيخ نمر النمر الله يرحمه والاصوات الشيعية كلها في كتم مستمر. ابغى اسألك فقط، ايش باقي من تشيعك لما تركت التطبير واللطم على سيد الشهداء امامك وامام الموالين؟ كيف تقارن آل سعود المطبعين والمنبطحين عند ترامب والصهاينة مع ايران اللي ما تركع لاحد غير الله؟ كيف؟ الله يا اخونا حازم من اليمن، انا وعد علي ما راح اتهرب من اسئلتك، ولكن قبل ما اجاوبك بسألك سؤال واحد. هل راح تقاطعني؟ لاني صدق ما احب اضيع وقتي في المناوشات التخوينية. لا ما بقاطع، ولكن ابغاك تكون صادق وتحترم عقولنا. كثير يقولون انك من الرياض سني ومدعي للتشيع وما تتكلم حتى قطيفي. ما شاء الله. لا وي يعني تتحكي قطيفي؟ من اللي قال لكم ان احنا نتحكي كذي؟ هذا وين لهجة صعبة واجد. عرفت الحين ليش ما اتكلم قطيفي؟ كثير من المعلقين من شيعتنا في العراق وغيره يقولون انت لاعق احذية آل سعود وانت سني، والدليل هي لهجتي اني مو قطيفي ومدعي التشيع. ولكن المشكلة ان اوساطنا، كثير من الاوساط العربية صعب عليهم فهم لهجتنا في القطيف، ولذلك من يوم كنت صغير وجيت سكنت الرياض وانا اتحدث لهجة نجدية مخففة، لانها الشائعة في ربوع المملكة وحتى العالم العربي. واتمنى لا تقاطعني عشان ارتب افكاري بالرد عليك. ابغاك تفهمني يا اخ حازم، أنت مو عدوي، وأنا أؤكد لك المواطن السني برضو ما هو بعدوك، وما راح يصير في نقطة التقاء فكري بيننا إلا عندما تؤمن أنت في هذا الأمر. صح. بدون تقية الحوزات اللي علموها لنا وحنا صغار. والدليل الواضح على أن السنة ليسوا أعدائنا أن حنا شيعة في الدول العربية عبارة عن أقلية ولا نزال على قيد الحياة من أكثر من 1000 سنة. لم تحدث إبادة بحق الأقلية الشيعية وغير الشيعية من قبل الدول السنية على مر السنين. الإبادة اللي أنت تشوفها في فلسطين أو زي ما حصل في سوريا على يد بشار الأسد من قتل وتهجير وقصف مئات الآلاف والملايين واضحة وضوح الشمس، لم يطبقها أي حاكم سني من الجبابرة على الأقلية الشيعية في بلاده. فبداية لازم نستوعب أن عدونا الحقيقي ليس الإنسان السني، ولكن التشيع الخميني جاء وغير التشيع اللي كان قبل الخميني، ولذلك سمي بالتشيع الثوري للإمام الخميني. وش هي الثورة الخمينية اللي يتم تشريبها لأبنائنا الشيعة في الدول اللي تحكمها إيران؟ بكل بساطة أن الشعوب السنية والحكام السنة هم يزيد بن معاوية قاتل الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك أنا يوم رحت كربلاء لزيارة إمام الشهداء لقيت حقد كبير بالأوساط الشيعية بعد النقاشات معهم على أهل السنة العوام والحكام السنة بشكل خاص. الإنسان الشيعي يعتقد أن السني هو ناصبي ويكره آل البيت، وهذا مفهوم جاء به الإمام الخميني بالثورة حقته ضد المفهوم القديم أن الإنسان السني يحترم آل البيت. ويوم أنت يا حازم تقتنع أن السني ليس عدوك وليس عدو آل البيت، راح نصل أنا وأنت لنقطة التقاء بهذا الحديث. فيما عدا ذلك راح نبقى في دوامة من المهاترات والتخوين اللي أوصل العرب للاقتتال فيما بينهم بسبب هذا المبدأ الإيراني. تمام لين هنا؟ جاوبني. صح. أكمل يا حسين، أنا بسمعك. أكمل. ممتاز مرة، أشكرك يا حازم على إصغائك. أكمل. أنا شيعي ولا أنظر لآل سعود على أنهم يزيد بن معاوية. وفيما يخص موضوع إعدام الشيخ نمر النمر وأنك تعتقد أن آل سعود يضطهدون الشيعة عشانهم اقتلوه، طيب ما سألت نفسك يا حازم كم شيخ سني برضو لقى نفس المصير مثلا؟ ليش ما تقول أنت باقي الشيعة والموالين أن السنة مضطهدين من قبل آل سعود؟ ليش حصرا نمر النمر؟ فإذا حنا لازم نستنتج يا حازم أن أي حاكم في العالم أجمع عندما يرى زعزعة الاستقرار السياسي راح يقضي على هذه الزعزعة بشكل فوري. فيدل كاسترو، تشي جيفارا، نابليون بونابرت، مارتن لوثر كينغ، غيرهم الكثير مع اختلاف سلطاتهم وأديانهم. ولو آل سعود اضطهدوا الشيعة ما كان عندنا حسنيات في شرق المملكة والسماح لنا بممارسة شعائرنا الدينية. طهران في إيران ما فيها ولا مسجد سني يا حازم. أنت تعرف هذا الأمر؟ أنت يا حازم تعيش في بلدك اليمن، واليمن تعيش في اضطرابات سياسية من عشرات السنين، وأغلب هذه الاضطرابات تحدث بسبب اقتتال أفراد الشعب لأسباب دينية بحتة، الزيدية الشيعية والسنة وغيرهم. راح تشوف أن اليمن بمؤخرة القوائم بالعالم بالأمن والغذاء والدواء والاستقرار بكل أنواعه.
آل سعود بكل اختصار ما يبغون هذه الاضطرابات تحدث بداخل المملكة لمجرد ان شيخ يبغى اللطم والزحف يصير عبارة عن شعيرة إجبارية. أبغاك بس تناظر الأبعاد اللي راح يتم إحداثها لو اندلعت الاضطرابات. أولا الأمن والأمان صار في خبر كان، الغذاء راح يتأذى، التعليم والطرق والاستقرار والعملة والاقتصاد والبحر والطيران والبر كل أبوه راح يتأثر بسبب الاضطرابات السياسية. كل هذه المشاكل من الممكن أن تبدأ بسبب شيخ واحد له رؤية خاصة أن حكامنا طغاة ويجب الثورة عليهم. صح. ويوم ما تقعد مع هذا الشيخ وتسأله طيب وش البديل عن هؤلاء الحكام، راح يقول لك الفوضى هي البديل أو إيران هي البديل، زي العراق تماما أو لبنان أو باقي الليستة. وآخر شيء نعيش في فلتان أمني وفقدان استقرار لا نهائي، وهذا الأمر حنا شيعة المملكة والخليج صاحين عليه بكل أمانة. ما في مشاريع حقيقية عند هؤلاء اللي يحرضون على الحكام. وأبغاك تنتبه، أنا هنا أخص بالذكر حكامنا بالخليج، لأن ببساطة حكامنا يعاملون كبشر وليس كعبيد زي كثير من الدول الثانية زي ما وضحت سابقا. ولذلك حنا بعد رؤيتنا لما حصل من التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان وسوريا واليمن، صار الحذر بالنسبة لنا واجب ان ايران ما تستخدمنا زي ما استخدمت الموالين في ذيك الدول. ما ادري حقيقة ليش كثير من اخواننا الموالين في العراق واليمن ولبنان مثلا يكرهون شيء اسمه كرامة للانسان. صح. يكرهون المعيشة في دول آمنة ومستقرة في التعليم والصحة والبناء والمستقبل والتطور. ما قاعد افهم وين موالاة آل البيت يوم تلطم على الامام الحسين عليه السلام وهو نفسه امام يحرم كل هذه الشعائر. انا رحت اوروبا وامريكا وآسيا، لقيت عرب وجنسيات متغربة واجد في ذيك الدول، ولقيت عراقيين مثلا ولبنانيين وسوريين ويمنيين واجد، ما في واحد منهم سعيد، وحتى لو سعداء راح تلقى شيء ناقصهم. صح والله صح. على سبيل المثال كل فترة يطلع لك واحد عنصري من ذيك الدول يقول لك ايش، ارجع بلدك، أو أسكت أنت ما تتحدث اللغة بشكل جيد، أو يعادون دينك لو أنت مسلم أو أبغاك تفهم يا حازم أن الوطن الآمن هو أكبر نعمة يمكن أن تعيش فيها. صح. والوطن الغير آمن لك ولعائلتك هو أكبر لعنة يمكن تصيبك في حياتك. أستاذ حسين أنا آسف على المقاطعة، بس مشان الله خليني أعلق على هي الجزئية. الله يوفقه. طيب بس بسرعة يا أخ رسلان عشان أبغى أختم مع هذا سوري. تفضل. أقسم بالله أنا سوري عايش بألمانيا، وكلامك حرفيا صح. نحن هون صح عاطينا كتير حقوق، بس عايشين كل الوقت مهددين بالترحيل وبينظروا لنا نظرة دونية. أقسم بالله إيران دمرت سوريا ودعمت بشار الأسد واستباحونا، وما عم يصدقوا الشيعة إنه بشار الأسد كان حارقنا بدون سبب، وهجرونا 15 مليون جوا وبرا سوريا. وكل شوي بيجيني واحد ألماني مثلا بالشغل يعني بيقول لي انتوا المسلمين انقلعوا من بلدنا وما بتحكوا لغة مثل الحمير، يعني مع انه في ناس ألمان كويسينها هون يعني، بس ماني مصدق ايمت تتعمر بلدنا ونرجع ونخلص من هالقصة. وهذا الشيعي مبسوط انه عايش بالذل وعم يبوس رجلين الايراني. لك اقسم بالله بنتمنى لو كانوا حكامنا مثل آل سعود من 60 سنة، انا عم احكي يعني مو هلا، كنا هلا صرنا اباطرة للعالم لو آل سعود حاكميننا من 60 سنة، وهلا مستبشرين خير بسيادة احمد الشرع. المعذرة على المقاطعة، وإلك المايك مرة تانية أستاذ حسين. أشكرك على المداخلة يا أخ رسلان. أنا بتكلم يا حازم عن السعودية، كنت بتكلم عن السعودية. جرب تجي السعودية يا حازم، ناظر في عينك مكة في شوارعها وجسورها وأبراجها، واطلع برا مكة مئات الكيلومترات، رياض، جدة، دمام، شرقية، شمال، جنوب، راح تشوف البنيان والاهتمام في البنية التحتية. روح المدينة، ناظر التحديث اليومي أو المشاريع الهائلة اللي قاعد تصير هناك. وعلى النقيض بزيدك من شعر بيت، أنا يوم زرت كربلاء المقدسة ولا النجف الأشرف رحت في سيارتي وما أدري وش أقول لك صراحة. السلطة الشيعية هناك صار لهم تقريبا 23 سنة في الحكم، الشوارع متهالكة، الأحياء فقيرة، الناس وضعها مزري. بكل أمانة روح الناصرية والديوانية والنجف وكربلاء واقع مأساوي. اليوم يا حازم يوم ما تروح الرياض وجدة والدمام وكثير من مدن المملكة راح تلقى عدد كبير من الأجانب يسعى للقدوم للمملكة العربية السعودية
والعيش فيها. الأتمتة عندنا أقسم بالله أفضل من أوروبا. أنا أقصد الخدمات العامة وغيرها. معدل دخل الفرد برضو ينافس أوروبا وأمريكا. القوة الشرائية والتجارة والمشاريع والاستثمار بمختلف المجالات. وآخر شيء تقول لي ازحف وطبر عشان إيش؟ عشان أثبت ولائي للإمام. عجبي يا رجل. وبرضو بالنسبة لموضوع التصهين والتطبيع، يا أخوك في الزمن هذا ما ينفع أنك تستخدم لغة الحرب في كل المواضع. الإمام علي عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة حاربوا وهادنوا وتحالفوا مع غير المسلمين بأزمنة متفرقة. اليوم تبغى الخليج يحارب إسرائيل وأمريكا. طيب وش ضريبة هذا الموضوع؟ كام مليون شخص راح يتشردون، وكام طفل يجوعون، وكام امرأة تتهجر إذا كانت فلسطين هي نكبة الأمة؟ فليش لازم نصنع 50 نكبة ثانية؟ وآل سعود إلين يومنا هذا يرسلون دعم مادي ولوجستي للشعب الفلسطيني واللبناني والسوري وحتى العراقي. دول احتلتها إيران والكيان الصهيوني ودمروها بحروب عبثية، ولم تساهم إيران بالدعم الغذائي ولا التعليمي ولا الأمني لهذه الدول كل أبوها ولا شعوبها. الموضوع يا جماعة ما هو خنوع وطأطأة للرأس الأمريكي وغيره، وإنما بعد نظر عما يمكن أن يحدث لعشرات الملايين من شعب البلد اللي يحكمون هؤلاء الحكام. وبالنهاية راح أختم حديثي يا حازم باختصار. بديل إخواننا الموالين بالثورة على الأغلبية السنية هو التعايش معهم والنظر للقواسم المشتركة من عروبة وامتداد ديني وعرقي وتاريخ واحد ومشترك وحضارات مشتركة على مر آلاف السنين وبس. شكرا. العقبة. والله العظيم هذا الفيديو عبارة عن محاضرة بالنسبة لي. حتى السوري يا جماعة، أنا سوري عايش بألمانيا وكلامه صح. لو آل سعود هن اللي حاكميننا بسوريا بدل بيت الكلب، بيت الجحش، بيت الأسد، كنا هلأ والله أباطرة للعالم. يعني على كلامه ما بقدر ضيف شيء بصراحة. برجع وبقول إذا انحذف هذا الفيديو من التيك توك بتمنى أنه تشوفوا على اليوتيوب. دعم لصفحات مستو فاونديشن، اعملوا لايك للفيديو وانشروه. السلام عليكم.